في ستينيات القرن اللي فات الأذرع الروبوتية كانت لسه بتقوم بخطوات بسيطة، كم حركة ميكانيكية مكررة في مصانع أوروبا وأمريكا. لكن السحر الحقيقي حصل بين سنة 2000 و2010 لما ظهر مصطلح الرؤية الحاسوبية، النقلة اللي خلت الروبوتات تقدر تبص حواليها وتميز الأجسام وتتابعها وتحسب تحركاتها بالمليمتر وغيرها كتير، وده اللي زود كفاءتها في إنهاء مهامها المختلفة بكفاءة، وبقى عندها القدرة على التقدير والاختيار بين أفضل الطرق في أداء أي وظيفة. طبعا مش محتاج أقول لك إن أمريكا وأوروبا كانوا هم ملوك الصناعة دي والمتميزين في تصميم وإنتاج المنتجات عالية التطور والجودة والقيمة، في الوقت اللي كانت فيه الصين معروفة بأنها مصنع العالم اللي فيها تقدر تصنع بتكلفة قليلة وبكميات كبيرة. لكنهم في السنين الأخيرة قرروا إن هم يغيروا الصورة دي تماما، وشافوا إنه ليه إحنا نصنع سلع رديئة الجودة في الوقت اللي ممكن نطور فيه الصناعات اللي عندنا عشان نبقى بلد الصناعات المتقدمة. وفعلا بدأوا يستثمروا بقوة في الأتمتة وصناعة الروبوتات ودخلوها في